حاجة كأنها من فيلم رعب. خبر فجأة اتنشر وسط الفرح والناس بتتابع مسلسلات رمضان. وفاة مفاجئة فنانة شابة والجمهور مش مصدق. مساء محزن جدا في الوسط الفني. الفنانة الشابة إيناس الليثي اتوفت، والخبر أعلنته صديقتها القريبة الفنانة زينب العبد على حسابها في فيسبوك. زينب كتبت كلمات مؤثرة جدا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا مش قادرة أصدق، أنا مخضوضة. أختي وصاحبتي ماتت، إيناس الليثي ماتت. الكلمات دي مش مجرد نعي، دي صدمة صديقة كانت بتحبها وبالفعل علاقتهم كانت قوية. إيناس الليثي ما كانتش ممثلة وبس، هي كانت إعلامية بدأت مشوارها كمذيعة في راديو بانوراما اف ام، بعدين قدمت برامج على شاشة التلفزيون واشتغلت في قناة ام بي سي مصر وقدمت برنامج أحسن ناس، وكان ليها وجود جميل جدا وحضور مختلف. وبالإضافة للإعلام، إيناس شاركت في عدد من الأعمال الدرامية زي مسلسلات نوايا بريئة وقانون عمر ومدرسة الحب الجزء الثالث وواكلينها والعة، أعمال بتثبت إن موهبتها كانت متعددة. الوفاة سببت حزن كبير جدا عند جمهورها وزملائها في الوسط الفني والناس اللي عرفوها من زمان ومن الناس الجديدة اللي تابعتها على شاشات التلفزيون. الناس اللي بتحب الفن اللي بتكون قريبة من الشاشة أحيانا بتشوف الإعلانات والضحك والمشاهد الحلوة، لكن فجأة بنسمع خبر زي ده بنتأكد إن الفنان مش مجرد صورة، هو إنسان ليه أحلام وليه ناس بتحبه وبتفقده فجأة. من هنا بنطلب من كل اللي بيتابعنا إننا نرفع أكتر من فتحة ودعاء لإيناس الليثي ولأهلها ولأصدقائها بالصبر والسلوان، وبنأكد إن الفن مش بس أدوار، الفن قلوب بتتأثر وبتتأذي زي كل البشر. لو عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر عن أعمالها الحلوة وعن ردود أفعال زملائها في الوسط الفني، كلموني وابعتولي في الكومنتات، واستنوا الفيديو الجاي اللي هيبقى فيه تحليل أعمق وكمان صور ولقطات من مشوارها. ما تنسوش الناس اللي وصلوا لحد نهاية الفيديو ولسه جداد في القناة يشرفوني ويشتركوا في القناة ولايك على الفيديو عشان يوصلكم كل ما هو جديد. طبعا مش هننسى ان احنا نقول المصدر ده، هو الخبر وصلنا من موقع اليوم السابع.